حرام يا قلبي تعلقني بذي ما قدر صله، وانت تراكم هي عوايق حاويه درب الوصال. لك حق تهوى بالسنين المستحيل تجاهله، وش تطلب المبعد مع انك تعرف ان وصله محال. مرثاتي ذي كل ما تعلق بشي ما حصله، مثلي قضي وقته واحلام قلبه في قتال. الحظ يعصف بي وهذا واقع الجوم قبله، وش فايدة كثر العتاب وش فايدة كثر الجدال. ما حيلتي غيرك ثم الآهات وانسى المسألة، واصبر لعل رب ما وجد إجابة للسؤال. والصبر مفتاح الفرج أيضا وحل المشكلة، وذي ما اعتاد الصبر ما عنده لصد الهم بال. لولا انه يتجلد واخي واقعي واتحمله، يمكن قد اختليت في ظل الحوادث والهوال. ويا سامعي ذا الفصل والثاني خذه وتأمله، واسمع معاناتي لعلك عشت في نفس المجال. واسمع رواية من حياتي بالدموع مبللة، قصة من الواقع ولكن صارت أقرب للخيال. قصة مليئة بالأماني والظروف مبهدلة، والشوق يحداني وانا ابصر كل شي صاب المنال. ها وانت يا ذي لجلك الكلمات جات مفصلة، اسمع قصيدي واعلم لولاك ما كتبت القوال. اسمع رسالة من محبك بالحنين محملة، من شخص حبك من كثر ما يوصفونك بالجمال. حنيت لك وارجو وصالك واطلب به وتوسله، وندري ان الحظ الاكبر بيننا جاث محال. من كل جانب شوف آمالي طرقها مقفله، لكن عسى الأيام تتغير ويصلح كل حال. من ناحية خايف ترد اللي عناك وتخذله، والمال من ناحية لكن والله انك خير مال. ارجوك لن تهذا ترجعني على عقابي قله، بلغني بأية وسيلة قبل مدري بالسؤال. احذر امام الناس تكسر خاطري او تجهله، او ما تعلن الخواطر كسرها قهر الرجال. الامر لك وانت المخير ترفضها وتقبله، وارجوك لا تصبح طموحاتي كتابها في رمال. ارجوك وترجاك بادر بالوصال وعجله، واحذر بأن تجعل مناظر في ذريعها للأمال. شوفني علامة التفاؤل عيشه مذهله، عايش عزيز النفس يغنيني قليل من الحلال. سالك دروب الجود ما ضيع العوايد الأولى،
عادات محمودة ورثناها ورا والد وخال، والجاه ولا المال ما هو من شروط الرجولة. كم يا رجل فقري وهو بالفعل يضرب به مثال. هذا كلامي المعنى واسمعه وتقبله، وعظه يفتني على ذكره بحزنه والدلال. قل له عسى الأقدار تجمعنا وتسمح لي ولا تصبح حقيقة هذه من أول كانت أحلام وخيال. وإن ما يباقدها حياتي من زمان مرقلة، بين الأمل والياس مربوط بيميني والشمال. وبين الأمل والياس مربوط بيميني والشمال. وبين الأمل والياس مربوط بيميني والشمال.